كمان عن البرامج السنه دي، برامج المقرب رامز جلال وكده، تابعته ورايك فيه يا عم؟ للاسف انا ما عرفتش اتابع اي حاجه السنه دي عشان كنت بصور، كنت بخلص زودياك وبصور طلقه حظ وبصور في مملكه ابليس، فالوقت صعب قوي 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 ان انا اعرف اتابع المسلسل بتاعي. كنت بتابعه في اللوكيشن اصلا، بتفرج عليه على ويب سايت. ف فهعمل كده بعد رمضان ان شاء الله وهشوف كل الحاجات. زودياك كمان عايزين نتكلم عنه. المسلسل ما كانش مفترض انه ينزل على قنوات، بس تم عرضه على قنوات، فعايز اعرف الانطباعات كده وراي الناس فيه. والله اول ما عرفت ان هو هيتعرض على قنوات كنت قلقان من فكره ان احنا مش بنعمل المسلسل ده عشان يتعرض على قناه تلفزيونيه. ده بيتعرض على بلاتفورم للانترنت لثقافات مختلفه، مش لمصر بس، لعوالم مختلفه او بلاد مختلفه. فبس الحمد لله الناس الفيدباك لذيذ جدا، والناس مبسوطه بالمسلسل ومستنيين الجزء الثاني. لو اتعرض عليك تبقى ضيف مقلب، توافق ولا لا؟ لا ما اعتقدش، يعني مش عارف بصراحه بس مش عارف يعني. تحب تشوف مين مع رامز في المقلب اللي بيشوفه؟ يعني لو فنان عايز تعمل انت فيه مقلب وتوديه لرامز، يكون مين؟ رامز؟ انت عايز تودي فنان لرامز؟ احمد خالد موسى، المخرج احمد خالد موسى، عشان صاحبي جدا ونفسي اعمل فيه مقلب. بالظبط. هتعمل ايه في العيد السنه دي وبرنامجك فيه؟ هنام ان شاء الله، يعني غالبا هنام بنسبه كبيره، او هسافر، يعني مش عارف اعمل ايه لسه. في كلام تاني عن كأنه امبارح انه اتعمل تاني، ولا خلاص الموضوع الفكره ميته؟ لا اعتقد ان احنا سايبين الموضوع على الهولد دلوقتي، لسه واقف يعني، مش بنفكر فيه حالا. ومش عارف ايه الخطه اللي جايه بالنسبه لكأنه امبارح بصراحه. في ان شاء الله ان شاء الله. هتكلم قريب، يعني لسه مش هينفع اتكلم دلوقتي. بالظبط بالظبط. متشكر جدا، شكرا ليك.